ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه حلوه قوي قوي ومغذيه جدا جدا. تنفع للرحلات، تنفع غدا، تنفع فطار، تنفع عشاء، بس هي بجد تنفع غدا. طبعا معروف ان الغدا بيبقى الوجبه الاساسيه، بتبقى لحوم او اسماك او فراخ. دي بتنفع غدا لانها هي فيها البيض والحليب والخضار والدقيق، كامله متكامله. اللي هياخد قطعه منها مش هيقدر يقاوم، بجد تحفه. اعمليها وكتري لان بجد هتخلص في ثانيتها. سهلة وبسيطة ومغذية جدا جدا، ومكوناتها موجودة في كل بيت، والطريقة قمة السهولة زي ما هنشوف مع بعض في الفيديو. يلا نبدأ ونشوف عملناها ازاي مع بعض. لو عجبتك الوصفة دي ما تنسيش تروح على اول تعليق وكوني معايا على الفيس، ما تنسيش كمان تعملي لايك على الفيديو، تقولي رأيك في الوصفة الجميلة دي. وكمان ممكن لما تجربيها تصوري. تعالوا نشوف المكونات بتاعتنا السهلة السريعة الموجودة في كل بيت. طبعا كلنا عندنا بطاطس وجزر وبيض، باقي المكونات بقى برضو موجودة في كل بيت. معايا هنا دي بطاطسية كبيرة بشرتها بالشكل ده بالمبشرة وغسلتها كويس من النشا اللي فيها. ودي حبتين جزر، لو عندك جزر كبير يبقى واحدة بس، انا عشان الجزر بتاعي كان صغير فبشرت اتنين. ومعايا حبتين فلفل واربع بيضات. طبعا البيض تقدري تزودي الكمية عن كده براحتك على حسب افراد الاسره اللي هتاكل. ومعايا بصله صغيره متقطعه شرايح كده، ومعايا شويه خضره، وربع كوبايه زيت زيتون. ممكن لو مفيش زيت زيتون تستبدليها بزيت عادي. معايا كوبايه حليب. طبعا هناخد بيكنج باودر وشويه موتزاريلا للوش، ومعايا شويه زيتون انا نقعهم في ميه كده لحد ما اجي استعملهم عشان بحس الملح بتاعهم زياده. وطبعا هيبقى دقيق بقى. تعالوا الاول نروح على البوتاجاز نعمل اللي هيتعمل الاول، وبعدين نرجع نكمل مع بعض. ولعت كده على الطاسه بتاعتي اللي هشتغل فيها، وهنزل بزيت الزيتون. طبعا مفيش زيت زيتون قلتلك تقدري تستبدليه بزيت عادي. وعلى طول ما بستناش على زيت الزيتون لما يسخن، على البارد كده بنزل بالبصلايه اللي معايا والفلفل، وادبلهم بقى كده شويه. هديهم زي ما احنا متعودين معلقه ملح صغيره عشان يتبالوا اسرع. معايا 3-4 فصوص توم كده قطعتهم برضو، وهنزل بيهم كده. وهنزل بالجزر المبشور، وكمان البطاطس كله كده ادبله مع زيت الزيتون كده. الخضره دي كلها تدبل مع بعض. تعالوا كده نتبل ونملح. معايا هنا معلقه بابريكا مدخنه. لازم تجيبوا البابريكا المدخنه دي، كده كده بتجيبوا البابريكا خليها المدخنه بتدي للاكل طعم حلو. وهحط كمان معلقه ملح، انا حاطه معلقه في الاول صغيره. وهحط معلقه صغيره كمون على كاري كده. طبعا فيه بيض يبقى فيه فلفل اسود. وكده ملحنا وتبلنا. هنسيبها بقى كده تدبل على جنب، وتعالى نشوف هنعمل ايه على ما دي تدبل وتبقى جاهزه معانا. على ما يجهز الخضار بتاعه يدبل على الاخر ويستوي، تعالوا بقى نجهز الخلطه. هنا هحط فنجان الحليب. طبعا مش هحط زيت بقى في العجينه، يعني كل الموضوع ربع كوبايه زيت زيتون بيطلعوا 3 معالق كبار يعني، او زيت عادي على حسب المتوفر عندك. وهخلط ده كده البيض مع الحليب. عشان البيض هحط معلقه خل كده. وهحط كمان هنا فلفل اسود، مع اني حاطه في الخلطه بس هحط برضو عشان البيض. وهقلب كده، وهنزل بالزيتون بتاعي صفيته من الميه خلاص، والخضره. هقلب بقى كله كده، وهنزل بالدقيق. هنزل باول كوبايه كده واقلب. قلبت كده اول كوبايه، وطبعا لسه القوام خفيف. هنزل بكمان كوبايه. هتشوفوا كده القوام العجينه بتاعتي. وهنزل بقى بمعلقه بيكنج باودر.
معلقه دي صغيره، هحط 2 كده. وهقلب الدقيق ده كمان. قلبت كده الدقيق وده القوام بتاعي. هنزل بقى بالخضار بتاعي اللي دبل كده وبقى جاهز، هنزل بيه كله كده على العجينه بتاعتي. ودلوقتي انا مولعه الفرن بتاعي يسخن كده، وهقلب بقى كده كل الخضار الجميل ده. جبت الصينيه بتاعتي او البايركس وهديلها دهنه زيت برده كده كويس، وهنزل بالخليط بتاعي ده كده وعلى الفرن على الجناب كده. هدخله شويه 5 دقايق كده ولا حاجه، وبعدين اطلعه واحط الجبنه اللي هي على الوش دي الموتزاريلا. هنزل بقى كده بيه. هدخله بقى زي ما قلت لكم على فرن سخن 5 دقايق ونطلعه نحط الجبنه دي على وشه. تبعتيلي التطبيقات وهنزلها معايا كمان على القناه عشان نشوف شطارتكم. يلا نبدا على طول ونشوف عملناها ازاي مع بعض. كده دخلتها الفرن زي ما قلت لكم 5 دقايق وطلعتها بقى عشان احط الجبنه الموتزاريلا على وشها. خلاص كده هي داخله على سوا، فهوزع بقى الموتزاريلا بتاعتي كده وارجع ادخلها تاني تكمل سوا. هي فاضل لها حاجه بسيطه وكمان الموتزاريلا بتاعتها تتسيح كده عليها. كده هتدخل تاني زي ما قلت لكم على الفرن. نرجع بقى نشوفها وهي خلصانه. اوعى الجمال والروايح الحلوه. شايفين؟ حبه بطاطس واحده و4 بيضات، عملنا كل الجمال ده. وجبه مغذيه جدا جدا، فيها البيض والحليب والخضار، تشكيله خضار حلوه قوي قوي. وكمان لو عندك حاجات غير اللي محطوطه فيها تقدري تزيدي كمان، لو في كوسه اي حاجه. احلى صينيه مغذيه جدا جدا. مش هقولك بقى فطار او عشاء، يعني الوجبتين اللي بيبقوا دلع كده او اي حاجه، لا دي وجبه كامله متكامله. كده طلعنا الصينيه بتاعتنا من الفرن والريحه قلب الدنيا. تعالوا بقى كده نقطعها ونشوف كده وندوق. بسم الله. قطعناها كده، تعالوا نطلع بقى قطع عشان نشوفها بتقول ايه. بسم الله. يا جماله يا جماله. طبعا انا عاملاها سمكها المره ديت عاملاها عريضه، تقدري ترفعي السمك يكون اقل من كده. شوفوا الجمال والحلاوه واللون اللي هي واخداه. تعالوا كده بقى ندوق. بسم الله. الله الله بجد تحفه جامده، بس كلها خضره زي ما شفنا في المكونات. شايفين؟ لو كلت قطعه زي كده بس خلاص هتشبعتي، مش محتاجه. يعني الناس اللي بتحافظ على وزنها والناس اللي عايزه تخس، قطعه زي دي كده هتشبعك لانها مغذيه جدا جدا. وزي ما قلت لك لو عدد افراد اسرتك اكتر تقدري تزودي اكتر من 4 بيضات. حبيت. تحفه، كل حاجه فيها مظبوطه بالسنتي. ودي لونها من تحت، الجبنه كمان متحمره واخده اللون الجميل ده. لازم تجربوا الوصفه دي يوم السوق كده، وانت جايه من السوق بتبقي جايبه بقى كل الخضره. تقدري تعملي الوصفه دي يوم السوق. عندك بقى البطاطس والجزر وممكن يكون كوسه اي حاجه، وحطها في الوصفه دي وبجد تحفه.
كده اكون خلصت الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون عاجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك عليه، كمان ما تنسوش تشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم، كمان ما تنسوش تروحوا على اول تعليق هتلاقوني سايبه كل لينكاتي. كونوا معايا في كل مكان، اشتراك على اليوتيوب، متابعه لصفحه الفيس، فولو على التيك توك عشان قناتي دايما تكبر بيكم، ودايما يا رب فيديوهاتي تنول اعجابكم. وسلام. ريحتها قلب الدنيا، وشايفين الشكل والجمال.